ارحل انشيلوتي، ودوري الابطال اللي اخده من سنتين ده كان كفته. لسه هياخد 7 جديدة من ليفربول. خط وسط برشلونه احسن من خط وسط الريال. شوف توقعات الدوري. السلام عليكم، دي قطعة عنبر 7. بصراحه كابتن بامبي احنا ظالمين بتوع الليجا. يا باشا ولا يهمك، جاي نتوقع الدوري الاسباني كله. نتكلم عن الريال وبرشلونه. فيلا بينا نبتدي بريال مدريد. ريال مدريد اول 4 جولات العلامه الكامله، فوز بشكل يعني مستقر بس في نواقص كتير. بلينجهام بقى مولع نار كابتن. بس يعني برضو دي مشكله. انت طول إزاي؟ ما انت عمال بتكسب عادي يعني ماشي الدنيا مش جابت وبيلينجهام. الدارة. لما نبتدي نخسر بقى ارحل انشيلوتي. فين المهاجم؟ ايه ال- فينيسيوس ورودريجو اللي داخلين جوه ده؟ اصل الإدارة خد بالك، وحشة. انت خد بالك انت بتلعب 4-4-2 دايموند او تقريبا دايموند، لان انت بتلعب فينيسيوس ورودريجو قدام مدخلهم في البوكس، وبلينجهام هو ايه اللي بيخش كده تلعب له عرضيه من كرفخه على راسه على طول. ففينيسيوس مش مستريح. رودريجو ممكن يشتغل في الحته دي، بس انت كده شغلك كله على نص الملعب. بالظبط. انت قوي في نص الملعب بس انت لازم مهاجم يعني. يعني بلينجهام برضو خلي بالك انت لما تطلعه قدام قوي بتخسر كورته. بالظبط. يعني بلينجهام في الاول وفي الاخر معروف ان هو لعيب حريف، كورته حلوه، بيصنع لعب. فشغل ان هو يخش ال 18 يعني هو حلو فيها بس بتخسر حاجات كتير. ما هو عشان لعيب جامد هو ماشي فيها، لكن هل دي طريقته اصلا؟ لا. لا. فانت ايه رايك بقى في ان الريال بيلعب 4-4-2 دايموند؟ انا بصراحه انا شايف التشكيله دي انقرضت. يعني محدش بقى بيلعب بالدايموند دي خالص. كنت بتعمل ايام زيدان. يعني دلوقتي كله 4-3-3. امم كورة حديثة، مش اللي هو ايه واحد ينط في البوكس كده زي في الليني. يعني بصراحة عيبة في حق الريال، وانا ما بحبش انشيلوتي بصراحة بقى. يعني بقاله فترة عافى عليه الزمن، ودوري الابطال اللي اخده من سنتين ده كان كفتة وما لا استحقش انت ياخده. كده بتخبط بقى والكومنتات بقى. لا، ما انا بقول يا عم الحق، وما استحقوش يكسبوا الليفر في النهائي. كورتوا شالهم. يلا بقى، يلا نطلع بقى طيب نهدي بس الوضع شويه. انا شايف ان خوسيلو لما لعب اخر ماتش الدنيا ظبطت. مع ان الريال ده الماتش الوحيد اللي كسبه في الاخر يعني في الدقيقه 90، بس ده الماتش الوحيد وعم ملعب جديد. شفت حلاوه سانتياغو؟ شفت الملعب اللي بينزل تحت ده. ايه ده؟ لا ده فكرني بحاجه، معلش هنقطع سنه. ايوه. مش فاكر مدحت شلبي لما قال استاد برج العرب احسن من كامب نو والسنتين. كابتن مدحت شلبي والله. حبيبنا يا كابتن مدحت. يعني انا عايز طيب. اخد صورة معاه بصراحة. انا بحبه جدا بصراحه. طيب انا فصلت خليتنا ننسى الله يخرب. خوسيلو يا كابتن بامبا. فنكمل خوسيلو لما لعب. لا 4-3-3 الدنيا فرشت كده والدنيا ظبطت. فينيسيوس على الشمال، رودريجو على اليمين، خوسيلو في النص. تختلف بقى على امكانيات خوسيلو او كده، بس هو مهاجم عارف الدوري الاسباني. يعني الريال لما جاب برضه جاب واحد ايه يلصمها معاه سنه كده، وهو فعلا عقده اعاره سنه. هو مش وحش على فكرة. وهو مش وحش، ده جاب الدبل كيك في ماتش مانشستر يونايتد. فانت بتتكلم ان لعيب كويس جدا. يعني انا اعتقد جماهير الريال كلها تتفق ان هو كان يبدا من اول الموسم، اكيد طبعا. ورودريجو على اليمين وفينيسيوس على الشمال ويلعب عادي. وانت بقى لما تيجي شوط تاني نزل بقى دكتك بقى ابراهيم دياز، جولر، اللعيبه دي كلها الحلوه دي. بالظبط. وعندك المهاجم الناشئ الفارو رودريجيز ده نزل. مش هتخسر حاجه. بس برضه كابتن بامبي بالرغم من كل ده الاصابات وحشه قوي مع الريال. ده مش ممكن. ده ايه؟ دي سيبايوس، ميليتاو، كورتوا، مندي، جولير التركي اللي لسه جايبينه مش فيهوش اساسا. شفنا في التمرينات عمال يعمل روليت وما اعرفش ايه. عايزين نتفرج. طيب وابراهيم دياز ما شفناهوش. سيبايوس اساسا من قبل الموسم هو مصاب. خدوا بالكم رودريجو مسك الخلفيه اخر ماتشين. مسك الخلفيه في اخر كام دقيقه كده. فينيسيوس حصلهم هو كمان. انا يعني ويا ريتها اصابات خفيفه. ده خلاص 6 شهور. نصهم صليبي. وكمان يا كابتن عندك لاعب في رقم 7 بالنسبه لفينيسيوس. هو في ايه؟ من بعد كريستيانو في اي نادي الدنيا بتتدمر. يوفنتوس ما قابلوش اوما وتعاقب في المحكمه. مانشستر ربنا يعينه لسه هياخد 7 جديده من ليفربول. عندك رياضة نفسه فينيسيوس مش عارف يستلم الكوره. فينيسيوس بقى وحش قوي كابتن. هل بقى في حاجه اسمها لعنه بجد؟
ولا هي ادوار في الملعب فالناس بتقول لعنه؟ ضغط بس. انت صح. بتلعب، انت بديل رونالدو. كانوا لازم يعملوا زي ما بيرمنجهام دول عملوا مع بيلينجهام، يشيلوا الرقم خالص. عارف انت الحوار ده؟ لا، ايه اللي يعني حصل؟ محدش تاني يلبس التيشيرت. هل ان ريال ما جابش مهاجم دي اثرت على المنظومه؟ اكيد. وايه رايك في وهم مبابي ده، ان احنا عاملين نقول مبابي 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 مبابي؟ ايه هيجي امتى ده؟ ايه اللي حصل؟ وبصراحة امم يعني لو الريال نادي فيه رجالة، بصراحة بقى ما يجيبوش مبابي. انت يعني اديتوله اكتر من فرصة. صح. وهو لو عايز يجي كان جه. وما تعودناش على كده من الريال. اه كان بصراحة بيدي يعني. دايما الاوفر مره واحده وخلاص. انما انت كده بتتحايل عليه، لا مؤاخذة يعني. بس ناخدها من زاويه تاني، ندي الناس حقهم برضه. الكوره دلوقتي مش هيبقى فيها غير هالاند ومبابي، وعشان تنافس مانشستر سيتي لازم يبقى معاك كتيبه، والكتيبه بتاعت الريال بصراحه ناقصها مبابي بصراحه. فانا شايف ان ده يعني دي بالذات لا انا لازم اجري وراها. والريال حافظ شويه على ماء وجهه السنه دي بقى اللي هي سوق الانتقالات ده، ما بعتش غير مبابي خالص. يعني بس برضه انت احنا عارفين احنا ان هم عايزينه طبعا، بس برضه يعني ما هو مبابي ما ينفعش يتفرط فيه يا جماعه. بصراحة يعني. ما ينفعش يفرط فيه يعني ده لعيب يعني هو وهالاند. هالاند ماشي لوحده. امبابي وباريس مالط بيجيب 50 جون و60 جون في الدوري الفرنسي. الولد بجد يعني، خصوصا في الماتشات الكبيرة. الماتشات بالظبط. الكبيرة كلها بيظهر، مش عارف ازاي. فاخر نقطه بقى مهمه عشان اقفل ملف الريال ده خالص، وهي كروس ومودريتش. انا شايف ان كروس ومودريتش ما بقوش ينفعوا مع بعض في ملعب واحد. يعني شفنا اخر 4 ماتشات في الشوط الثاني بينزل كروس ومودريتش بدل تشاوميني وفالفيردي. انا شايف ان ملعب الريال بيتقل. ما بقوش يعني. انا شايف ان الصح انك تلعب في الشوط الاول بكروس مثلا، والشوط الثاني تنزل بمودريتش في الاخر. لكن اتنين مع بعض انا شايفها تقيله. ولا انت ركبت؟ هو كروس لوحده بطيء اصلا، فما بالك مع السن بقى. بس عليه شويه سيروهات. بس يعني هو شبه بيلعب على الواقف يعني. في المستوى ده صعب قوي، فما بالك باتنين بقى عواجيز. فالموضوع صح. بيبقى أسوأ يعني. وبصراحة يعني احنا فضلنا نقول ايه، خط نص الريال حلو والشباب والخبرة. انا بقول لك خط وسط برشلونة احسن من خط وسط الريال. ده تصريح قوي متهور. وانا بقى مش متفق طبعا. طب يعني تعالى ناخدها بالعقل طيب. طيب يعني هات احسن ثلاثة من برشلونة في النص واحسن ثلاثة من الريال في النص. خلاص ماشي موافق. انا من رأيي برشلونة ديونج 6. ماشي فكك من روميو ده طبعا، يعني هو بوسكيتس بس ابطأ. ماشي. بس على فكره مادي كويس لسه هيجي برشلونه طبعا بعد ما هي كورته حلوه بس بطيء قوي يعني. ما طبعا مش فديونج، ماشي. بيدري، وجوندوجان. طيب الناحيه نخش الثانيه على في الريال الريال. بقى. انا بالنسبه لي رقم 6 هيبقى كروس. امم اسمه ايه ده؟ مش تشواميني. لا ما هو انا دلوقتي بعمل مقارنه. ما هو انا لو حطيت شوبيني قدام ديونج ما هو ده حاجه وده حاجه. لكن هنحط كوره نحط كروس زي ما حطيت ديونج. لا انا شايف ديونج على فكره 6 وبيخش وبيضرب، انا شايف كده. طب خلاص خلينا نتكلم بالشكل الواقعي للريال. تشاوميني، امم بلينجهام، ومودريتش. طيب واحده واحده بقى. ديونج ولا تشواميني يا كابتن؟ تشاوميني. طب ماشي، يعني هو محدش هيتفق معاك، لا برشلوني ولا مدريد. ما تشاوميني اقوى شوطه حلوه جدا على الجون. الماتش اللي فات عمل رابونا وهو بيعرض. رابونا يعني انا قصدي ماشي هو اقوى في الدفاع واقوى في الشوط، بس هجوميا لا، يعمل دوره يسد عادي. يعني انا شايف ان هو الابجريد بتاع كازيميرو. ابجريد كمان عن ابجريد كازيميرو. عن كازيميرو طبعا. لان كازيميرو هو كان ايه الدستروير وخلاص. ده بيلعب كوره وبيطلع وبينقل، ولا ده جبار بصراحه. فانا شايف ان ديونج ظلمه سنه يعني مقارنه صعبه. بس ديونج كورته لا طبعا كورته اعلى من تشاومين دي ما فيهاش جدال. مرتين ثلاثه مثلا. طبعا بس ان انت تختار رقم 6 لا انا تشاومين يكسب. ما انت تتفرجش على ديونج يا كابتن، لان ديونج صدقني بيضرب وبيكسر وبيهين نفسه وتاكل، ما هي علينا ده رايك يعني. قلنا في الكومنتات برضه. ماشي.
بيدري ولا مودريتش؟ اكيد دلوقتي بيدري يعني دلوقتي بصراحه انا بشوف ان بدري هو احسن لعيب في خط نص برشلونه عامه، وفي احسن من انديه كتير. تمام. فانا الوحيد اللي ممكن اكسبه من برشلونه هو بدري بصراحه. تمام. وجندوجان وبيلينجهام اكيد بيلينجهام. بالظبط. تمام يعني. انا موافق على بدري، بس بصراحه بدري انا بالنسبه لي هو نموذج يعني، لا هو ده الكره الاسبانيه بجد. تقول كره اسبانيه مين؟ تقول بدري بصراحه يعني. فدي انا مش هجادل فيها، لكن ديونج ممكن شويه، لان المركز برضو ليه ادوار مختلفه غير اللي ديونج بيعملها. بس ديونج حد هيختلف عليه؟ لا، بس انا بقول ان تشاوميني اصلح للمركز ده بس. يعني في الاول وفي الاخر اراء. بالظبط. طب تعالى بقى نخش على برشلونه يا كابتن. قول لي بقى كده برشلونه يعني ايه نظام؟ طيب برشلونه للي ما اتفرجش عليهم تعالى اخدك من اول التشكيله كده. بيلعب في الاغلب ب 4-4-2. هو تشافي عنده وجهه نظر انا مش مختلف معاه، قصدي انا مختلف معاه خالص، ان عايز يلعب بيهم كلهم اللي هم نص الملعب، عايز يلعب بروميو وبدري وجافي وجوندوجان، لدرجه ان في ماتش لعب بيهم 3-5-2 وخلى ديونج يرجع قلب دفاع في ماتش من الماتشات في الشوط الثاني، لعب 3-5-2 تقريبا قدام ختافي. ماتش الدبليو دبليو اي ده كان في ماتش بتاع كابتن حمر واروخو مسك الكوره بايده بس طبعا الماتش ده في قدوا 30 ماتش في الدوري الانجليزي في فضايح يعني، فمشكله مش مشكله يعني. بس اسمه ايه ده، فهو عايز يلعب بنص الملعب كله وسايب ليفاندوفسكي وفيران توريس قدام، وبمنتهى البساطه الشوط الثاني بيروح منزل لامين يامال والزلزولي بس، وروميو بيحب هو يخليه قدام قلب الدفاع زي زمان كده الليبرو. ايوه ايوه. وطبعا بالدي شمال، وعلى اليمين كان اروخو بس اروخو اتصاب، فبقى اضطر بقى يرجع ديونج بقى للدفاع ويرحل كوندي يمين وكريستنسن يقفل بيه شمال. فبرشلونه انا شايفه يعني كويسين. طبعا مجموعتهم سهله قوي، ده في الشامبيونز ليج دي فضيحه يا كابتن. يعني. هما والسيتي وارسنال كل ده والريال. الريال هو النمر هيطلع اول تاني يعني بس برضه في اختلافات مع تشافي زي ما في اختلافات مع انشيلوتي. يعني اول مثلا انا موت وافهم ليه كوندي باك يمين، يعني حتى مع فرنسا باك يمين برضه. دي انا عن نفسي انا مش فاهمها. هم بيحبوا الفرقه اللي عندها في استراتيجيتها ان هي تقلب ثلاثه ورا. كوندي بيحبوا إن هو يمين لان هو سريع قوي بيطلع الكوره كويس. فهم بيحبوا ان هو يامن الباك رايت من الاخر. اي فريق عنده الباك رايت تقيل او الوينج رايت تقيل بيرموا ناحيته كوندي عشان يثبتوه خلاص ما يتحركش. بس وتشيف بقى لما بيلاقي عنده اروخو بقى يسيب اروخو يمين، اروخو ساعات تلاقيه بيتقدم كده ويقفل في نص الملعب، شفناه في ماتش الريال. فهو اللي بيلعبوا بثلاثه بيحبوا اكتر ان كوندي يترمي يمين، حتى مع اشبيليه كوندي كان بيترمي يمين شويه. خلي بالك انا لسه جاي في دماغي دلوقتي، يا مش يمكن حاجه في العقليه الاسبانيه. يعني مع بيب هتلاقي ساعات بيحط اكانجي باك يمين، ارتيتا ساعات بن وايت يمين. نقطه حلوه جدا. فممكن هل هم عايزين الباكات يبقوا مدافعين اكتر مما هم طيارات؟ ممكن. بيديهم فرصه ان هو يخلي بقى كل اللي قدامهم يطيروا بالظبط. ويأمن الدنيا. طبعا لا، فكره حلوه جدا بصراحه. حاجه تانية برضو متضايق منها، ازاي خليت ديمبلي يمشي؟ ديمبلي مشي، الفريق تحسه فجاه ايه، انا رميت الشباب في النار، يلا بالظبط. بقى يا مان انت وزلزولي، يلا امسكوا لي بقى الفرقه دي نظفوها. وفاتي كمان مشي. يعني فاتي برضو انا اموت وافهم اللي راح برايتون. راح يلعب على ميتوما. يعني بس هو غالبا ديزيربي هيخليه يا 10 يا على اليمين. لا وكمان ايه حظ وحش ان فيرجسون ده جاب هاتريك. آه. فيرجسون ده مش هيطلع من الملعب شكله كده خلاص، ده الدنيا هتتخانق عليه. تخيل لو عنده 19 سنه باين وجاب هاتريك في الدوري الانجليزي. لا يعني برايتون زي ما قلت لكم في فيديو الدوري الانجليزي كل سنه هيلمع لك كام لعيب ويرميهم لك اخر الموسم. ده لعيب تاني حاجه زي كايسيدو كده. بالظبط. 100 مليون مستريح. بالظبط. ففعلا فاتي ليه اختار برايتون ما راحش توتنهام مثلا؟ ما هو يعني اعتقد كان هيلعب مكان تشارلسون بقى، ويبقى على الشمال وسون صح. في النص. بس هو يعني مش عارف، بس فابريزيو في الاخر قال لك بوستوكوجلو قال لك ياخد بريان جونسون احسن. صح. اصل برضه نادي كبير. وجونسون عارف الدوري الانجليزي. اه انت برضه كتوتنهام كنادي كبير، انت هتاخد لعيب سنه
يعني ترجعه لياقته وترجعه مش منطقيه. بتنضف له المنافس يعني. وانت بقى انت اللي عايز تنافس. ملهاش لازمه يعني. يامال يا كابتن، ايه رايك؟ الواد بصراحه مش ممكن، ده 16 سنه ده يعني انا ضاع شبابي. يعني لما ده 16 سنه لا واسبانيا والمغرب بيتخانقوا عليه، يعني انا الواد رهيب يا جدعان. للتوضيح يعني، اللي في ثانويه عامه دلوقتي 17 سنه، بالظبط. يعني الواد في ثانيه ثانوي من الاخر يعني. لا بيقول لك في ماتش شايف يخرجوا بدري عشان المدرسه تاني يوم. في حاجه طلعت كده على الفيسبوك مش عارف. لا لا، ده تلاقيها ضحك مش يعني. عارف مصدرها ايه بصراحه بس. لا يعني الواد بصراحه انا يعني انا مش انا محايد في موضوع الدوري الاسباني ده. انا بتفرج على لامين يامال. الواد لما شفنا وديه توتنهام الواد نزل، ايه ده على اون تايم بقى. شفناه على اون تايم الواد نزل يا نهار اسود. انت شفت رجليهم في الاخر خالص، اخر هجمه رجلين ما مش ساب. ترجع معاه خلاص يا باشا. خلاص عدى. ربنا يديك الصحه يعني. لا الكوره في رجله حلاوه، ايه ده ايه ده. الناحيه الثانيه جاله الزرزولي يا اخي يخرب بيت كده. هو عيبه الوحيد، بس دي حد قالها بصراحه انا سمعتها، ان هو ممكن يطول، الرشاقه مش هتبقى زي ما هي دلوقتي. لا بس في كده مهارات ما بتغيبش عن الانسان، الكنترول الحلو، المخ النظيف. ده مخ نظيف، ده مخ 16 سنه ده ينزل يشيل وينج رايت برشلونه. لا ده انت داخل قدام لعيب. لا هو مستقبل مستقبل مستقبل. واختار اسبانيا عن المغرب كمان. منطقي يعني. خلينا نتكلم يعني هي المغرب اصلا عامله مجهودات رائعه ان هي تجيب اصلا اللعيبه دي كلها، فان هي تفلت منها يا يامال. هو لعيب جبار بصراحه. اكيد لسه اسبانيا جايب جون- اغرته يعني. لسه جايب جون مع اسبانيا. كسبوا اصغر كسبوا جورجيا ولا سان مارينو 7-1 ولا 7-2. قبل ما نخلص برشلونه اخر موضوع بسيط، موضوع لابورت. لابورت قال للجميع هجيب لكم ميسي، رجع لكم ميسي، ما رجعش. هجيب لكم نيمار، راح السعوديه. بيقول لك انا معيش فلوس، بيعمل افراح في الكامب نو، سبوتيفاي هتنضاف له الاستاد. طيب نصحى تاني يوم فيتور روكي 50 مليون. طب منين يا ريس؟ يا ريس لابورتا مستعبط. لا لابورت عنده مشكله. بيلعب على وتر الجماهير. اي قرار بياخده عايز كل اللي هي برشلونه في صفه وخلاص. هو يعني ما بحترمش عقليه لابورت بصراحه. هو بيعمل حاجات كتير في النادي بصراحه. انا شايف ان عامل سرقه، واخد كانسيلو وفيليكس. دي سرقه بصراحه. بأمن كده جناح يعني. طبعا هيبقى على مش شمال قوي يعني، بس هيبقى تحت ليفاندوفسكي مثلا فيليكس، وعندك كانسيلو خد اليمين خلاص، واروخي وكوندو. لا فريق صلب برشلونه على فكره. بس في لقطات لابورتا بيعملها كده بتشم ريحه وحشه. اللي هو لا انت فيك حاجه غلط يا ده يعني، انت مش مظبوط يعني. جت بقى لحظه الحسم. نشوف توقعات الدوري. 3 2 1 قدامكم على الشاشه دلوقتي. زي ما انتم شفتوا برشلونه ايه اللي اول الدوري دي على الريال. انا زي ما قلت لك نص الملعب احسن، لامين يامال، فيليكس، فيران توريس، يعني مفيش منافسه بصراحه. انا شايف الريال اقوى، بس انا بالنسبه لي مش هقدر ادوس في النقطه دي غير لما اتفرج على الماتش اللي في اكتوبر. الماتش في اكتوبر في بدايات حلوه. شفنا وديه في امريكا فجرتنا بايام زمان. ريال وبرشلونه كور في العارضه لا كان ماتش ممتع يعني. دي بقى لنا فتره كبيره مش ماتش ممتع كده. فانا شايف انه نستنى بعد اكتوبر نشوف. وللعلم بس، انا مش بقول سكواد برشلونه اقوى، لان دي كده ابقى بجد. سكواد الريال اقوى طبعا، بس انا ما بحبش انشيلوتي بامان. حقك. هو ما بيستخدمش العناصر اللي معاه بطريقه حلوه. وبكده نكون فنشنا الدوري الاسباني وقطعناه حته حته. في كلام تاني يا كابتن فوده؟ لا، اللي عايز يقول لنا حاجه في الكومنتات، اللي مختلف اي حاجه. معايا، المختلف مع كابتن توقعات مامي. الدوري، هداف الدوري مين، توقعات، اعملوا اللي انتوا عايزينه في الكومنتات. نورتنا يا كابتن فوده. حبيبي كابتن بامي. يلا سلام.